حياة البشر بس كده. وهي دي كانت قصتي. يلا نبدأ قصتنا التانية. بطل حكايتنا بيقول: أنا ساكن جنب محطة القطر في إحدى القرى، ولأننا في قرية كنت معتقد إن أي كلام بيتقال عن الأشباح أو غيره فده تخاريف، لأن القرى مليانة بالحكاوي دي زي النداهة وحاجات كده كتير. كان عندي واحد صاحبي بيشاركني نفس أفكاري وبيشاركني كل حاجة تقريبا. كنت أنا وصاحبي ده بنحب نذاكر قرب محطة القطر، ومن كام يوم واحد توفى تحت عجل القطر. الراجل ده كان كبير في السن، وهو بيعدي السكة تقريبا كده جات له نوبة قلبية أو يمكن أي حاجة تانية، ولحد ما حد لمحه وحاول يساعده كان القطر وصل والراجل مات على قضبان القطر. والفترة دي ما كانش فيه امتحانات ولا حاجة، فما كنتش أنا وصاحبي بنروح نذاكر عند سكة القطر. بس لما الامتحانات قربت رجعنا لعادتنا القديمة وبقينا نروح عند سكة القطر عشان نذاكر. بس الغريب المرة دي إن كل ما كان يعدي قطر من جنب. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.